السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مستلاف مرحبا في هذا الفيديو هذا اللي صراحة غني بالفوائد، صراحة اللي غادي نستافدوا منها جميع. اول حاجة، كيف راكم؟ على خير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصيف وحرارة الصيف؟ كي دايرين مع العطلة؟ نتمنى للجميع يكون في احسن الاحوال وعطلة سعيدة مسبقا للجميع. كما كتعرفوا، كما بلغتكم ان محتويات كثيره غتكون في القناه الحمد لله رب العالمين. فاليوم جبت لكم كذلك فوائد واحد المنتوج كنستعملوه كذلك في المطبخ اللي غني عن التعريف كما تيبان لكم في الصور او في الصوره او على الشاشه، فهو الثوم. يعني الثوم اللي غني عن التعريف بالمنافع ديالو، لا الصحيه ولا التجميليه والى اخره. فاليوم جبت لكم فوائد الثوم على الريق. يعني الثوم ملي كنشربوه على الريق عنده فوائد صحيه وطبيه لجميع بعض الامراض اللي كنكونوا كنعانيو منها او ما كنعرفوش ان عندنا واحد المنتوج سحري، واحد المنتوج اللي حتى هو كنعتبره صيدليه في المطبخ عندنا. وكاين الكثير من النساء اللي كتغافل على بزاف ديال الامور كيداويها الثوم بصفه عامه. فلهذا فوائد الثوم اليوم غادي نهضروا عليها. اول حاجه غادي نبداو بفوائد الثوم. النقطه الاولى غادي نهضروا على فوائد الثوم في الكوليسترول. الكوليسترول الكل تعرف الكوليسترول، فالثوم فعال في خفض الكوليسترول. يعني ملي تيكون عندنا الكوليسترول يعني طالع، النسبه ديالو ملي كنمشيو نزورو الطبيب فيعطينا نقوموا بتحاليل الكوليسترول كنلقاو واحد النسبه الكوليسترول طالعه، فالثوم الثوم فعال في خفض الكوليسترول، وبالتالي يساعد في تقليل الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب. فمي كنكونوا في المطبخ كنديروا بعض المرات السمن او الزبده كنديروها كنطيبوا بها او كنكثروا منها، هذا اللي كيجعل زياده في الكوليسترول في الدم، تسبب السماكه وتصلب الشرايين. يعني الحاجه اللي كتكون دهنيه قد ما قللنا منها يعني صحيا اننا خصنا نطبخوا لينا ولوليداتنا، ما نديروش قالك اذا زاد الحد عن حده انقلب ضده. ماشي اننا ما نديروش، وانما ناخذوا واحد النسبه ما تكونش زايده بزاف اللي كتؤدي الى مرض الكوليسترول. نديروا نسبه قليله حفاظا على الصحه ديالنا. كيمكن لينا ناكلوا او نتناولوا الثوم كذلك، فهو من هذه التغيرات اللي كتحدث كيغير لينا بزاف من هذه التغيرات اللي كتحدث لينا في الجسم ديالنا وكنكونوا حنا ما عارفينهاش. من تيكون الضغط اولا قلنا علاج الكوليسترول، ثاني حاجه هو كذلك فعال في ضغط الدم المرتفع. الكل عارف بان الثوم فعال في ضغط الدم المرتفع. فمثلا الا خدينا واحد 6 ديال القطرات من عصير الثوم كندوبوها في واحد 4 المعالق صغيره في الماء وكنشربوها مرتين في اليوم، فهي فعاله جدا 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 في خفض الضغط يعني المرتفع اللي تنقولوا لا طونسيون ملي كنمشيو للطبيب. اولا مثلا كتقدري ديري واحد سلطه، يعني نوظفوا فيها مثلا الطماطم وناخذوا واحد حبه بصل وغادي نقطعوهم بجوج وغادي نديروا فيهم واحد 2 فصوص ديال الثوم كذلك، يما تحكيها بالحكاكه يما تقطعيها 2 حتى 3 ديال الفصوص ديال الثوم، ولا قدرتي ديري 4 الا كان فصوص الثوم صغير كديري 4 ديال الفصوص ديال الثوم وكديريها مع هاد السلطه ديال الطماطم والبصل كذلك المنافع ديالو غنيه عن التعريف. ومن بعد كنديروا شويه ديال الملح وشويه ديال الفلفل الاسود، واحد نقيطه ديال الزيت او عصير الحامض، وبالتالي كنتناولوها. كذلك يعالج في خفض الضغط يعني المرتفع، يعني خفض ضغط الدم عفوا المرتفع. اللي ما قدراتش دير 6 قطرات دير هاد السلطه وتبقى تاكلها صباحا مساء، وتخيلوا ان في ظرف يوم او يومين بالكثره 3 ايام وما غتوصل 3 ايام غادي تلاحظي ان الضغط عندك من غادي تعبريه غادي تلقاه يعني نزل ما بقاش طالع. قلنا اول حاجه المنافع
ديال او فوائد الثوم في علاج الكوليسترول وكذلك في ضغط الدم المرتفع. والحاجه الثالثه انه جميع انواع الصداع النصفي كيداويه الثوم. نعم، يعني جميع الصداع كنقوموا كيفاش كنداويو او كيفاش كيتدخل الثوم في هذا الصداع النصفي، كيفاش الطريقه اللي غادي نداويو بها الصداع النصفي. كيف ما كتسائلوا غادي نشدوا الثوم وغادي نطحنوه، يعني عندك يعني الاختيار. بغيتي على حساب مثلا المستوى، مثلا تيكون عندك في جانب الرقبه، عندك الاورده الكبيره اللي كتكون في جانب الرقبه، او في اي مكان به الام او في الصداع النصفي، كناخذوا داك الثوم وكنطحنوه مزيان وكنحاولوا نديروه على البلاصه يعني كمساج، او كتحطيه في البلاصه اللي يعني عندك فيها هذاك الصداع النصفي. فهو سبحان الله كيداوي هذاك الصداع، يعني عن التجربه كيداويه. كنتي بغيتي ديريه مثلا في شي فيطه اولا في شي زيت رقيق وتحطيه بحال كيفاش كنكونوا كنبغيو نديروا السخانه، نطيحوا السخانه، كنديروا واحد الكماده هنايا على الجبهه، كنديروا واحد الثوم في واحد الكماده وكنحطوه في المكان اللي تيكون فيه الصداع، يعني جانب الرقبه او يعني في اي مكان به الالام بصفه عامه، كيوقف هذاك الالام. او كتقدري توضعي قطرات من عصير الثوم طبعا الا كان عندك الثوم يعني قطرات. كندوزو كذلك كنوضعوا واحد القطرات من عصير الثوم كذلك في الفتحه ديال الانف المعاكسه الجانب الم الراس. بحال دابا مثلا الا كنا كنحسوا بالجانب الايمن ديال الراس ديالنا كيضرنا، كنمشيو لجهه الانف، يعني الجهه اليسرى هي اللي كنديروا فيها واحد القطرات من عصير الثوم. والعكس صحيح، الا كان كيضرنا الراس ديالنا من الجهه اليسرى فكندوزو كذلك الجهه اليمنى ديال الانف وكنديروا القطرات ديال عصير الثوم. او يمكن لك كذلك انك تمضغي واحد الفصه ديال الثوم كل ساعه، يعني تمضغي فص ديال الثوم وتسرطيه طبعا الى قديتي، مع ان الكل تعرف ان الثوم عنده واحد المذاق اللي ما تيقدرش الكل يسرطو. فهذه يعني حلول وطرق متعدده للمعرفه وللفائده للجميع. كذلك ما ننساوش رابعا الام المعده. الام المعده ملي كتكون كضرنا المعده فعصير الثوم كذلك راه غزال الالام المعده. كنقدروا نديروا واحد الثومه حتى لجوج، يعني فصوص ديال الثوم وحيده حتى لجوج. ما كنقولش انا الثومه كامله اللي كتكون فيها 10 ولا 6، كنقول وحده من راس الثومه وحيده ولا جوج باش تكون الامور واضحه. وحده حتى لجوج كنديروا عصير الثوم يعني مع واحد الكاس ديال الماء، وكنقدروا نديروا فيه شويش ديال الملحه باش نهرسوا داك المذاق اللي تيكون شويه حار. وكنديروا كوب واحد كنشربوه مساء. ركزوا معايا في النقاط، الله يجازيكم بالخير اللي تنعطيكم. ندوزو كذلك حنا هضرنا على المعده شنو خصنا نديروا ليها. كما سبق لي وذكرت كنضيفوا الملح حسب الذوق، كل واحد شحال بغى يدير ديال الملح في داك الكاس اللي ديجا درنا فيه واحد الفصه اولا جوج ديال الثوم وطحناها كعصير، وكنشربوا واحد الكوب مره واحده في المساء. كندوزو خامسا كندوزو الترهل الثدي. العديد من النساء يعانيوا من هذا الترهل الثدي، فإلا كليتي 5 ديال الفصوص من الثوم يوميا، ما كنظنش انكم غتقدروا تاكلوا فصوص ديال الثوم 5، ففي 5 ديال الفصوص ديال الثوم كما كتشوفوا البنات انا حاطه لكم هنا كره او راس اولا كل على شحال كيقولوا اش كيقول على الثوم. يعني ملي كنقول 5 راه كناخذوا 5 ديال الفصات من الراس ديال الثومه، ما كنقولش 5 ديال الثومات كبارات باش تكون الامور واضحه. الله يجازيكم بالخير. انا مازال باغا من سالي الفيديو غادي نحط لكم الفص ديال الثوم باش تعرفوا علاش كنهضر. قلنا غادي تاخدي 5 ديال الفصوص ديال الثوم يوميا، كيساعد على التخلص السريع من الترهل ديال الثدي في مده 3 اسابيع. 3 ديال الاسابيع كتلاحظي الفرق الكبير من داك الترهل ديال الثدي، كيرجع بواحد الطريقه ديال التجميل رائعه اللي كتعجب بزاف، يعني بطرق يعني تداوي سهله وموجوده عندنا في البيت. فالمرحله او سادسا قمل الشعر. يعني كنعرفوا ان الوليدات الصغار كيمشيو للمدرسه، بعض المرات كيكون شي وحدين فيهم قمل الشعر كما كتعرفوا راه كيطاير القمل ديال الشعر بين الوليدات.
فالثوم كذلك يعالج قمل الشعر، عندك الحشره الصغيره اللي كتكون في الراس ديال الوليدات، الثوم كيعالجها. كناخذ واحد 3 ديال الفصوص ديال الثوم كنخلطوه مع عصير الليمون، 3 ديال الفصوص ديال الثوم كنخلطوه مع عصير ديال الليمون، وكنحاولوا ندهنوا بها ديك الفروه او الجلده ديال الراس، تتدلك مزيان بها الفروه ديال الراس ليلا، وكيبقى حتى للصباح. عاد كيمكن لك تغسلي الطفل او الكبير او المراه اللي عندها هذا القمل ديال الشعر. هذا التداوي كيدار ليلا في الفروه ديال الراس، اللي هو 3 ديال الفصوص ديال الثوم تخلط مع عصير الليمون وتدلك جيدا، دلكا جيدا في الفروه ديال الراس، وكتبقى حتى للصباح وكتغسل. وكتكرر هذه العمليه مده ديال 5 ايام كل يوم حتى كيتقتل جميع القمل ديال الشعر. من كديري هذه الطريقه هذه، طبعا ملي كديريها في الشعر كتاخدي واحد المشطه اللي كتكون رقيقه فيها سنه رقاق، وكتحاولي تبقاي تهبطي بها مزيان الشعر ديالك باش كيدخل داك الليمون وداك الثوم في جميع الفصول ديك الشعيرات ديال الشعر، باش هكذا كيتم قتل جميع القمل اللي كيكون في الشعر. كذلك واحد النقطه مهمه، حذاري ثم حذاري ان تمسوا الخليط ديال الثوم والليمون وديروه في عينيكم اثناء تدليك فروه الشعر. انا تنقولها وتنعاودها، حذاري ثم حذاري من ردوا بالكم من الثوم مع الليمون، يعني كيعطي واحد اش غادي نقول لكم، واحد الحاجه حاره كما كتسمى، يمنع منعا كليا باش تقيسوا بها عينيكم، او لما تكونوا كديروها لوليداتكم ما تخليهمش يقيسوا راسهم ويقيسوا بها عينيهم. هاد النقطه ركزوا معايا فيها مزيان. ندوزو كذلك للديدان المعويه. الديدان المعويه حتى هي لها دور كبير الثوم في قتل الديدان المعويه. فكيمكن لك تاخدي 5 ديال الفصوص ديال الثوم مع العسل 3 مرات في اليوم. كتستمر هاد المده من 2 إلى 3 أشهر، وتخلصي نهائيا من الديدان المعويه. يعني هذه طرق تنعطيها لكم بطريقه ديال العلاج من كل حاجه. طبعا الا كنتي كتقدري تاخدي فصوص الثوم، ما قدرتيش تاخديها كتعوضيها بالقطرات ديال عصير الثوم طبعا مع العسل. وكنتمنى ان العسل يكون يعني عسل صحي من خليه النحل، وليس العسل اللي كيتصوب يعني بالسكر المسحوق. تاسع حاجه الروماتيزم. كما كتعرفوا الكل تيعاني من البروده ديال الروماتيزم، فالثوم كذلك له دور فعال في تدليك مكان الألم بزيت الثوم يوميا، فإنه يعطي واحد الإحساس يعني بداك الآلام ما تيبقاش، وإن شاء الله بإذن الله يتم الشفاء من الروماتيزم بصفة عامة. فأي حاجة كنديروها إلا كتكون غير السبب. وكذلك كيقول لك التجربه العلوم، والشافي والعافي هو الله سبحانه وتعالى. هذه اولا كنعترفوا بها جميعا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق لنا اشياء اللي كنداويو بها وعندها منافع في الجسم ديالنا، وكتقدر تعطينا يعني تداوي او تخفيف من الام و الى اخره، وتنكونوا متجاهلينها. فهذا واحد من اسباب نشر هذا الفيديو هذا، اللي كنتمنى كل متتبعه تبارطاجي بحال هاد الفيديوهات اللي تنزل، يعني كصدقه جاريه لها ولنا جميعا، وكذلك للاستفاده. العديد ديال الناس محتاجين لهاد المعلومات اللي صراحه ما تنبخلش بها عليكم، اللي كنبحث عليها واللي كان يعني ماشي كنجي وكنقولها من راسي، بعد بحث عميق يعني من ناس يعني عندها تجربه او بحثات عليها قبل مني، وكننشرها لكم كذلك في القناه باش تعم الفايده للجميع. فندوزو كذلك الوصفه العاشره اللي هي الهضم، حيث ان الثوم كذلك تيفيدنا في ازاله الغازات البطن وكيقوي الجهاز الهضمي. وكيفاش يمكن لينا الا قدرنا ناخذوا 4 ديال الفصوص ديال الثوم يوميا. فملي تنقول لكم تاخذوا 4 الفصوص ديال الثوم يوميا، راه ما كنعنيش انك خصك تاخذيها 4 الفصوص، يعني تقدري توظفيها في السلطه،
شلاضه مثلا تقدري توظفيها في اي حاجه. هذيك الفصوص ديال الثوم غير ما تاخديهاش مثلا تقول انا ما نقدرش ناخذ فصوص الثوم 4 يعني بوحدها، راه ما يمكنلكش، ولكن راه كتقدري توظفيها في سلطه او في اي حاجه، وهكذا كتكوني خديتي 4 ديال الفصوص ديال الثوم يوميا اللي كتفيدك في ازاله الغازات ديال البطن وكتقوي لك الجهاز الهضمي. بقى لينا الرقم 11 ان شاء الله، الافاده رقم 11 من فوائد الثوم ديال الحكه المتكرره. ملي كتكون فينا واحد الحكه متكرره كنغليو الثوم في الزيت، كنغليو نعم فهو مفيد للحكة المتكررة. وكيفية ذلك؟ كنغليو الثوم في الزيت، كنغليو الثوم في الزيت، يفضل أن يكون زيت الزيتون الطبيعي جزاكم الله خير الجزاء، وغادي نغليوه في الزيت مزيان ونخليوه حتى يولي دافئ، ما نخليوش حتى يغلي وعاود نديرو غليان باش ما يتمش حرقكم، باش ما يحرقكمش، تخليوه حتى يدفى مزيان. وهكذا كتدلكي المكان المصاب صباحا ومساء. البلاصه اللي عندك فيها الحكه المتكرره كدهنيها صباح مساء داك الزيت اللي غليتي فيه الثوم، فهو فعال جدا جدا. كذلك ملي تيكون عندنا الاطفال الصغار يعني في سن مبكر، مثلا عندنا طفل رضيع عنده شهر او شهرين، فبعض المرات كتجيه الكحه مثلا، كتجيه الكحه او لا يعني النويفات ديالو كيبداو يسيلوا سيلان يعني في البرد، في نزلات البرد، فما كنقدروش ندخلوا ليه يعني ادويه فيها يعني مواد كيماويه ولا كناخذوها من الصيدليه، كنخافوا على داك الرضيع اللي صغيور. كيمكن لينا ناخذوا كذلك واحد الملعقه ديال الزيت زيتون طبيعي، كنحطوا فيها واحد الفصه ديال الثوم اللي كنكونوا تكيناها بواحد الابره باش تطلق الجهد ديالها، وكنشدوا داك الزيت وكندهنوا ليه الرقبه ديالو، وكندهنوا ليه الحليق ديالو، وكندهنوا له الصدر ديالو وبين كتيفاته وتحت الابط ديالو، وان شاء الله كيكون الشفاء. هذه الطريقه قلتها لكم لاني طبقتها في الابناء ديالي ولله الحمد في سن الشهر الاول والشهر الثاني والشهر الثالث. ما كنتش كنعطيهم يعني ادويه من الصيدليه، كنكتفي بهذا العلاج اللي كانت وصفته ليا المرحومه الام ديالي تغمدها الله برحمته يا ارحم الراحمين. عطاتني هذه الوصفه وانا كنعطيها لكم باش كذلك تبارطاجيوها مع النساء اللي كيكونوا مثلا باقين ما عندهمش خبره في الاطفال، كتكون يعني الزياده الاولى عندها عاد متزوجه مبكرا او فهذه وصفه فعاله للوليدات الصغار الرضع. الله يجازيكم بالخير. نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو باش الكل يستافد من هذه المعلومات اللي كنقول لها معلومات يعني ما كتقدر بمال، معلومات اللي صحيه اللي الجميع يعني حنا متغافلين عليها، ولكن هذا هو الهدف من نشر بحال هذه الفيديوهات او ما يتبارطاجا بحال هذه الفيديوهات باش تعم الفايده. الله يجازيكم بالخير. غتسناوني دقيقه نجيب لكم فصه ديال الثوم باش تعرفوا علاش كنهضر ماشي على هاد الكرات ديال الثوم، باش من نقول لكم فصه ولا جوج ولا ثلاثه تعرفوني علاش تندوي. ها نتوما البنات هادو هما الفصات ديال الثوم، هنا حاطه لكم 3 ديال الفصات. يعني من نقول لكم اولا كنعتذر على هذا الصوت هذا لانني جالسه قرب النافذه. كما كنقول لكم 3 ديال الفصات كما كتشوفوا هادو هما الفصات. انا اضطريت باش نحط لكم 3 باش تعرفوا ماشي 3 الفصات هما هذه الكره ديال الثوم. 3 ديال الفصات هما هادو، ملي تنقول لكم 3 ولا 4 يعني 3 ديال الفصات ديال الثوم هما هادو، باش تكونوا عارفين العدد اللي تنتكلم عليه ماشي الكره ديال الثوم. فبالتالي كنتمنى جميع المتتبعات والمشاهدات قناتي وقناتكم اللي هي الهام ام اسراء نكونوا خرجنا مفيدات ومستفيدات من هذا الفيديو الرائع، هذا الفيديو المليء يعني بالادويه الصحيه الطبيعيه من المطابخ ديالنا ومن فوائد الثوم. وما بقى لي غير نقول لكم الله يجازيكم بالخير، بارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحبه باش تكون صدقه جاريه للجميع، وكذلك الكل يتنفع من هذه المعلومات المفيده الرائعه اللي خرجنا منها جميع مفيدات ومستفيدات. وما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو قادم بحول الله سبحانه وتعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.